ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اخترت نتكلم معاكم في لدغة الكاف. ناس كتير بتنطق، جاي اطفال كتير بتنطق صوت الكاف بيبدلوه بيعملوا له ابدال بحرف التاء. او النهارده معانا البنوته لمى الجميله. ازيك يا لمى، عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه. اه اول حاجه هعملها مع لمى النهارده هوريها مخرج صوت الكاف بيبقى عامل ازاي. تاني حاجه هعمل لها تمييز سمعي بين الكاف والتاء. بعدين تالت خطوه هبتدي اتدخل ان انا اعرفها الكاف بيطلع منين، صوت حرف الكاف بيطلع منين. الصوت بس هنشتغل الاول على اني اطلع بس صوت الكاف. لو جابته وقالته صح بعد كده هشتغل كا كي كو بالحركات بتاعته. بعدين المرحله اللي بعد كده هتبقى الكاف الكاف في اول الكلام، وبعدين ان شاء الله في نص الكلام، وبعدين في اخر الكلام. وبعد كده بنعلمها تقول الكاف في كلمه مثلا متكرره مرتين، وبعدين في جمل، وبعدين لحد ما تستخدمه في الحياه اليوميه باذن الله. جاهزه يا لمى؟ جاهزة. جاهزه. اه طيب قولي يا لمى كده كا. ت كده عندي ك. ت طيب بصي يا لمى كده م. ك ت ك. ت طيب بصي يا لمى، كل ما تسمعيني بقول ك سقفي، م. لو قلت ت ما تسقفيش، ماشي؟ م. ك ك ك ت ت. اسقف ولا ما اسقفش؟ سقف ولا سقفش؟ ت. لا. طيب ك. اه طب يلا سقفي ت. ما اسقفش، برافو عليكي. طيب بصي يا لمى، م. بصي كده انا بعمل الكاس ده ك. ت طيب بصي انت بتعملي ايه، بصي كده ك ت ك. ت بصي انت بتعملي تطلعي لسانك، فاحنا كده. يلا قولي ك ت ك ت ك. ت في الحاله دي هي دلوقتي بتقول الك ت. في الحاله دي هجيب مرايه وهخليها تشوف هي بتقول ازاي. هنحط كده المرايه قدام لمى. لمى شايفه نفسك؟ اه شايفه بقك ازاي؟ م. طيب بصي يا لمى، اه بصي كده م. قولي ك. ت برافو عليكي ك. ت لا بصي انتي تطلعي لسانك. انا بصي عليه وانا بقول ت. شايفه الت ت ك ت ت. ت لا قولي ت ت ك ت ك. ت طب انت شايفه انت بتعملي ايه؟ احنا عايزين لساننا ده نرجعه ورا شويه، مش عايزاه اطلع هنا عشان ما يطلعش الك، ماشي؟ عايزاه هنا يبقى هنا كده عشان تطلع الك، ماشي؟ انت لما بتطلعي هنا بتبقى ت. خلاص يبقى انت هتبصي هنا ولسانك ده هتدخليه فين؟ جوه هنا. يلا قولي ك. ت ما تزقيش الخافض ببقك، ماشي؟ ك. ت برافو. تاني. ت شاطره. ت واضحه. واضحه كده اهي. صوت يبتدي يا لما. يلا تاني. ك لا تاني. ك شاطره. ك برافو. ك علي صوتك اكتر. ك شاطره. ك برافو. ك ممتازه. صوت تاني اعلى. ك شاطره. ك برافو. ك بصي يا لما انا هشيله بالراحه خالص وزي ما انت بتقولي ك، ماشي؟ يلا ك. ك شاطره. ك برافو. ك لا ما ترجعهوش تاني، رجعي تاني لسانك زي ما كان، زي ما هو، زي ما انا عملناه كده، ماشي؟ يلا ك. ك لا احنا كان لساننا فين؟ تحت هنا، ما تطلعهوش قدام، ماشي؟ شاطر. ك ك ك ك ك. ك اعلى. ك ممتازه. ك ببتدي اشيل بالراحه لما زي ما انت مكمله قولي ك. ك برافو. ك ممتازه. ك وببتدي اسحب ايديا بالراحه. ك ك شاطر. ك شاطر. ك ك يلا ك ك ممتاز. ك ك شاطر. ك ك شاطر. ك لا تاني، رجعي تاني. اعمليه بالجلافز، شدتي الجلافز. يلا اعمليه بصباعك. يلا لما ترجعي تاني قولي ك زي ما انت شفتي الك طلع ازاي. يلا ت لا رجعي لسانك ورا شويه.
يلا ك شاطرة. ك ك ك شاطرة. ك ك ك يلا شيل دي. ك ك ك ك شطورة يا لما. ك برافو عليكي يا لما. ك خلاص يا لما كفاية. شاطرة يا لما. الشكل ده احنا علمناها بس تطلع صوت الكاس ده. هي لما شطورة وعرفت تطلعه. شاطرة يا لما. بعدين ان شاء الله لسه هنبتدي شوية فيه. هي النهاردة اول جلسة ليها، هنبتدي كذا مرة لحد ما تعرف تقول الكا كويس قوي، وتعرف مخرج الكا بيطلع من مخرج الكا بيطلع منين، وتقول كا وبعدين كي وبعدين كو. وبعدين نبتدي بقى ان شاء الله ندخله في اول الكلام، وبعدين في نص الكلام، وبعدين في اخر الكلام زي ما قلنا، وبعدين في جمل لحد ما نوصل انها تعرف تقوله في الحياة اليومية. دي كده كانت طريقة سهلة وبسيطة. هي حتى تعرف تدخل، هي مجرد ما عرفت بتدخل صباعها لنفسها وتقول الكا. ورينا كده لما تعملي ازاي تاني صباعك، عشان هي عرفت خلاص مخرج صوت الكا. لا اعملي صباعك ك تاني. ك ده بس مجرد مساعدة لحد ما الحرف يتظبط معاها وتعرف تقوله صح. واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.